السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بس مختلفة شوية. كيكة علشان تنجح لازم تكون محروقة، كيكة من المطبخ الأسباني. هنعمل تشيز كيك سان سباستيان أو المعروفة بالكيكة المحروقة. مكوناتها تقريبا زيها زي التشيز العادي، بس الفرق بينهم في درجة حرارة التسوية. التشيز العادي بيستوي على درجة حرارة هادية، انما السان سباستيان بيستوي على درجة حرارة عالية. لازم يتحرق من فوق زي ما حضراتكم شايفين، لازم يطلع محروق بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، الشكل طالع تحفة. يلا بينا نشوف المقادير. بسم الله. معانا 500 جرام جبنة كريمي، ومعانا 150 جرام سكر عادي، ومعانا 10 جرام دقيق، ممكن نستخدم مكان الدقيق نشا، ومعانا 400 جرام فريش كريم خفق، معانا 3 اصفر بيض، معانا 3 بيضات كاملين. يلا بينا نشوف الطريقة. هنبدأ ننزل بالجبنة الأول. بسم الله. هنبدأ نفكها بالشكل ده. طبعا الجبنة عشان تشتغلوا بيها مظبوط لازم تكون في درجة حرارة الغرفة. هنبدأ نضيف السكر والدقيق. بسم الله. بعد ما ضربناهم مع بعض هنبدأ نضيف البيض وأصفر البيض. وبعد ما مكسنا البيض مع الخليط هنبدأ نضيف آخر حاجة الفريش كريم بتاعنا. بسم الله. ونمكس مع بعض بالشكل ده. مكسنا الخليط مع بعض بقى بالشكل ده. هنجيب بقى الطوق بتاعنا اللي هنصب فيه. ادي الطوق بتاعنا ده، القطر بتاعه 18 سنتي. هنغلفه بلاستيك وهنغلفه جزدير فويل ألومنيوم. وهنجيب الصاج بتاعنا بالشكل ده. وهنلف جوانب الطوق معانا بورق الزبدة، لأن ده هيرتفع معانا في الفرن وهيعدي ارتفاع الطوق.
هنبدأ نصب الخليط بتاعنا. بسم الله. بقت معانا بالشكل ده. طبعا دي بتدخل على درجة حرارة عالية لان هي اساسها لازم تطلع محروقة، لازم يبقى فيه وانت بتاكلها نكهة الحرق موجود فيها، فعشان كده بتدخل على درجة حرارة 220 لمدة 35 دقيقة. طبعا التشيز كيك استوى بقى معانا بالشكل ده. شوف ادي شكله وهو طالع، شايفين؟ هنسيبه لمدة ساعتين يبرد وبعدين ندخله التلاجة لمدة ساعتين وبعد كده نقطعه مع بعضينا ان شاء الله. بعد ما تركناه في التلاجة ساعتين فكناه بالشكل ده. هنبدأ نقطعه مع بعضينا. بسم الله. بقى معانا بالشكل ده. جبنا الطبق بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. هنبدأ نفنشه مع بعضينا. هنضيف الشوكولاتة بتاعتنا. بسم الله. وهنضيف الجرنش المكسرات، جوز البيكن، وبقى معانا الطبق بالشكل ده. طبعا التيست بسم الله ما شاء الله. وبكده التشيز كيك سان سباستيان خلص معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.